بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صباح الخير يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كده تكونوا بألف خير. يا صباح الورد والفل والياسمين على عيونكم يا أحلى وأجمل مشاهدين. صباح الخير عليكم. أشكركم جدا حبايبي على كومنتاتكم الجميلة، أشكركم جدا وما تحرمش منكم أبدا. يلا بينا، احنا النهاردة الحلة دي كان فيها لبن، ف يعني شربناه، كان في التلاجة، فجيت ابص لقيت فيها حبة كده يجوا كوباية، لقيتهم إيه قريبين، فقلت لازم استغلهم واعمل بهم اي وصفة للفطار، تنفع فطار تنفع عشاء تنفع، يعني المهم تعمليها الوصفة دي بالحبة اللبن اللي هم عندك اللي هيروبوا دول. هتقومي جايبة الحلة زي ما انت شايفة كده، وتقومي جايبة حبة دقيق نص كيلو دقيق، وتقومي نخلاه وتحطيه على اللبن كده. انا سبته في الحله ليه؟ عشان العجين ياخد الحاجات اللي بتبقى في جنب الحله اللي بتبقى رايبه وحاجه كده، لو حطيت في طبق هضطر امسح في الحله، فما ينفعش، هنعجن بقى حبه العجين دول وخلاص عشان تاخد اللبن اللي في الحله. فاحنا جبنا هنا نص كيلو دقيق اهو، 3 كوبايات، وهنشوف جبنا ميه دفيناها، وهنلف الحبه العجين بتوعنا دول وهنشوف هنعمل بهم ايه. جبنا كده زي ما انتم شايفين ذره ملح اهي، وجبنا الميه كده يا دوبك دفيناها اهي، وهنلف العجين بتاعنا بقى. جبنا معلقه زيت كده اهي، حطيناها على العجينه بتاعتنا بعد ما خلصناها عجين كده. جبنا معلقه زيت اهي، نعجن بقى العجينه بتاعتنا. وعجننا العجينه بتاعتنا يا حبايبي بقى، هنغطيها ونسيبها بقى، هنسيبها ترتاح قيمه 10 دقايق كده. بعد ما سيبنا العجينه بتاعتنا ترتاح، احنا معانا جوز بطاطسات كده جبناه، جوز بطاطسات بس، هنقشره. جبنا البطاطس بتاعتنا، قشرناها وخرطناها زي ما انتم شايفين كده، حطينا على شويه ميه هنحطها على النار. هنا بقى جبنا بصلايه واحده اهي، جبنا طماطميه وقشرناها، طماطميه واحده وبصلايه واحده. هنقشر بقى هنخرط البصله ونقطع الطماطميه ونشوف هنعمل ايه. خرطنا البطاطسيه والطماطميه، لا البصلايه والطماطميه. خلاص خرطنا البصلايه والطماطميه، جبنا هنا طاسه نزلنا فيها بشويه زيت صغيرين، نزلنا بالبصل، البطاطس بتتسلق اهي. احنا مش عايزين البصله بتاعتنا تاخد تتحرق او تاخد لون، لا احنا عايزينها بس تدبل بس كده، وبعدين ننزل بالطماطمايه. هننزل كده نص معلقه صغيره ملح، متكترش كويس عشان هنحط البهارات دلوقتي، يعني مش هحط اي بهارات دلوقتي، هنحط بس شويه ملح يدبلوا لنا الطماطمايه والبصلايه. خلاص الطماطمايه بتاع البطاطس استوت اهي، خدناها من على النار، طلعناها كده في طبق، هنهرسها بقى هرسه زي ما انتم شايفين. هرسنا البطاطس بتاعتنا بالمنظر اللي انتم شايفينه ده، طبعا وهي سخنه، لازم تتهرس وهي سخنه عشان تنعم معانا بسرعه وتتهرس معانا بسرعه. هرسناها زي ما انتم شايفين اهو، هنسيبها كده على جنب. جبنا البطاطس زي ما انتم شايفين كده، حطيناها بقى على على البصلايه والطماطمايه اهي، مسكها كده ندعكها في بعضها كده. هنجيب بقى التوابل بتاعتنا، هنجيب التوابل بتاعتنا بس بعد ما هنلف البطاطسايه كويس قوي مع الطماطم والبصل.
نجيب التوابل بقى. معنا التوابل اهي، بابريكا يعني شطة، فلفل قرنقوطي كده مش حار احمر، معنا الكاري ده اختياري، معنا كمون، كزبرة ناشفة. الكاري ده بس عشان يديلها لون شوية. عندك بطاطس، عندك دقيق، عندك اي حاجة تقدري تخترعي تعملي اي حاجة تفطري بيها تتعشي بيها. بصي تعشي الولاد بيها. احنا عملناها زي ما انتم شايفين كده، جهزت معانا. هنعمل ايه تاني؟ هنجيب العجينة بتاعتنا. جبنا العجينة بتاعتنا كده ارتاحت، جبناها نقطعها بقى. هنقطع منها كده ايه كور كده. هنقطعها نكملها ونرجع لكم. هنفرد العجينة بتاعتنا كده نص فردة. نجيب كده البطاطس بتاعتنا اللي احنا عملناها، نبدأ نلمها كده. نجيب غيرها نسيبها ترتاح شوية، نجيب غيرها نفردها برضو نص فردة كده. نبدأ نلمها. فردنا اهو العجينة بتاعتنا. هنحط بقى طاسة كبيرة على النار. هنا بقى جبنا طاسة على النار اهي، مسحناها مسح الزيت كده. جبنا بقى على النار كده، حطيناها على النار في الزيت زي ما انتم شايفين اهو. هنبدأ بقى نقلبها. معلش انا اللي بصور نفسي وشوية، معلش. نقلبها بقى. ودي كانت الفطير بتاعتنا حبايب قلبي. بصوا بسم الله ما شاء الله، محشية بطاطس جميلة طرية. متنسوش بقى لايك الفيديو واشتراك في القناة، أيام حلوة مع ماما وسلمى 2. واشوفكم على خير فيديو جديد ان شاء الله.